بصوا بقى، دي المريالة بتاعت ميدو اهي. هو طبعا مطلعها ومجهزها. ده البنطلون اهو، والجاكيت بتاعها اهو، سلاحف النينجا. هي ما شاء الله خامتها حلو اهي. ولها زونت طبعا من ورا اهو برضه. ودي الشنطة بتاعت الاستاذ ميدو سبايدر مان. هي ما شاء الله نضيفة مستوردة يعني اهي. ودي ازازة ديت انا كنت شاريها له، بس طبعا حط فيها مية وكسر الغطا زي ما انتم شايفين كده. هي كانت مرسوم عليها بند، هي كانت جميلة جدا، بس هو كسر الغطا بتاعها للأسف. وجايب طبعا الوان اهي، وجايب المقلمة دي، وجايب طبعا الكراريس واللانش بوكس ده جابه امبارح. ما شاء الله يعني ايه، هو خامته نضيفه مش راضي يتفتح اهو. وفي طبعا الحاجات دي، بس هي مش محتاجة يعني اهو. معلش على الدوشة دي بقى، علشان انا في الأوضة اللي على الشارع، فالدوشة ايه دي. جاب اللانش بوكس دوت امبارح، عجبه جدا وخلى باباه جابهوله امبارح اهي. دي بقى الحاجات بتاعت الأستاذ ميدو. صباح الفل يا ميدو. صباح الفل يا ماما. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيب يا قلب ماما. انت طيبة. لف كده بالشنطة بتاعتك. قمر يا اختي قمر، ما شاء الله. يلا لف كده، لف. عسل ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بألف خير انتم وكل حبايبكم. معلش بقى ان انا دخلت على طول في الفيديو كده في الاول، بس حبيت اوريلكم ان ميدو كان موضب حاجته والحاجة اللي هو جابها. كل سنة وانتم طيبين، وسنة سعيدة علينا وعلى ولادنا يا رب. وربنا يحفظ ولادنا جميعا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، ويجعلها سنة سعيدة علينا. وربنا يكفينا شر اللي جاي، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين انا بدأت ان انا احضر له اللانش بوكس بتاعه ده طبعا على السفرة، والسجادة دي انا بحطها كده لانه كنت بكويله القميص بتاعه. المكوى البدل المريالة بتاعته كانت ايه مكوية، فالقميص ما كانش مكوي فكويتهوله، وقلت بالمرة بقى ايه اما احضر له اللانش بوكس بتاعه زي ما انتوا ايه واخدين بالكم كده. مع السلامة يا حبيبي، استودعك الله. مع مع الف ألف سلامة. سلامة. استنيت بقى صورته وهو ماشي واستودعت الله. طبعا اول ما ولادك يخرجوا من البيت تستودعيهم الله، علشان يكونوا في حفظ الله ورعايته ان شاء الله، ويرجعوا بألف سلامة يا رب. طبعا هو كان المدرسة جنب بيتنا زي ما انتوا شايفين، فكنت مصورة بقى وهو نازل كده. والصبح بدري شوية الهوا الجمال بتوع الصبح بدري دول حلوين قوي 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 بجد والله. يعني فايتها كتير اللي ما بتشمش شوية الهوا بتوع الصبحية دول. المهم ايه، معلش كان جالي مكالمة وطبعا التليفون فصل. دخلنا بقى على الغدا على طول. الكلام ده ايه كان بعد ايه العصر، بعد العصر تقريبا إيه طبعا انا غسلت الفراخ كويس جدا جدا جدا. والمكون بقى اللي هيخلي الفرخة بتاعتك يعني ايه ما تبقاش فيها زفارة، سواء بقى فراخ سواء بط حتى لو سمك، هو القرفة. القرفة ده بجد يعني حاجة سحرية جدا، جربيها وهتدعي لي. سواء بقى في فراخ زي ما انت شايفة او بط او سمك. انا بحط القرفة في غسيل السمك او في غسيل الفراخ او في لو عندي بط، يعني كل فين وفين كده. فبحط القرفة بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، مش بتخلي في الحاجة اي ريحة زفارة. بتاكلي الحاجة كده وانت ايه مزاجك حلو بصراحة، مزاجك عنب زي ما بيقولوا. لان طبعا ما بيبقاش فيها اي زفاره، وبتبقى طعمها حتى جميل. يعني القرفه بتخلي طعم الحاجه حلوه قوي. وطبعا بعد ما خلصت غسلت الحوض بتاعي طبعا مكان الفراخ وكده، علشان البكتيريا اللي هي السالمونيلا دي، فلازم ناخد بالنا. ربنا يعافينا ويعفو عنا يا رب. حتى لو انا لسه هغسل تاني، بس برضو اغسله واتاكد ان هو نضيف. وطبعا انا حاطه خل في البريل بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. حطيت جنزبيل وحطيت قرفه وحطيت ليمون وحطيت شويه خل، وسبت بقى ايه الفرخه
بتاعتي تتنقع على نص ساعة ولا حاجة، وبعدين ايه هدخل بقى ايه اكمل بعد كده. بدأت بقى اعمل ايه، كان عندي بصلاية ما كنت عاملاها في الكبة وكنت سايباها في الفريزر، طلعتها من قبلها بشوية، وبعد كده حطيت لها شوية 11 بهار وشوية فلفل اسود وشوية ملح وطبعا ليمون، وطبعا كنت مقطعة الفرخة وحطيت المرتة بتاعتها ديت بقى، يعني ايه مليتها كده من تحت الجلد ومن كل حتة. بس اعمليها حتى لو هتعمليها مسلوقة، اعمليها بالطريقة دي، الفراخ بتاعتك هتبقى زي العسل زي العسل بجد والله. إيه طبعا قبل ما نبدأ اي حاجة احنا متفقين ان احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، بنسمي على حاجتنا علشان الحاجة ان شاء الله تطلع جميلة وحلوة من ايدينا. طبعا انا جيت اقفل بالاكياس اللي هي الاسترتش دي، قلت هحط كيسين فما نفعوش. اخر ما زهقت بقى قمت رايحه جايبه كيس عيش وقمت قلت يا ريتني عملت كده من الاول بدل المرمطه دي كلها واشد في الكيس لما غلبني، وفي الاخر قمت شايلاهم رمياهم. وبعد كده قمت جايبه كيس عيش ايه وقمت قافله كويس جدا طبعا علشان الريحه ما تبقاش في التلاجة، وقمت مدخلها التلاجة بقى شوية، وقمت ايه سبتها ساعة او ساعتين مش فاكرة، يعني ما كنتش مستعجلة على الاكل بس بحب اوضب ايه حاجة الاكل كده. لما إيه جيت اطبخ بقى قمت ايه داخله عامله البطاطس، إيه قشرتها زي ما انتوا شايفين، وهعملها ايه صوابع زي ما هتشوفوها كده، يعني مش هعملها حتت صغيره لا، هي البطاطس اصلا يعني حجمها مش كبير، فده بقى بيخليكي تعملي ايه صوابع محندقه وحلوه كده، ما تبقاش عملاقه لا، بتبقى الصوابع دي شكلها جميل وكمان طعمها حلو. المهم دول كام بطاطايه كده ايه على قد اكلتنا، بدات ان انا اقشرهم زي ما انتوا شايفين، طبعا غسلتها غسله نظيفه، وبدات بقى ايه ان انا اقطعها صوابع وهسيبها ايه منقوعه في الميه، وبعد كده ايه هنكمل طبخنا بقى. طبعا انا بحب زي ما قلت لكم واللي متابعني عارف ان انا بحب اوضب كل حاجه وبعد كده ايه اقوم إيه طبخه مره واحده. برضو عملت طماطم في الخلاط هضربها برضو، ويبقى كده وضبت الحاجه كلها، هتبقى جاهزه بقى ايه ان انا اطبخ على طول. الطماطم بتاعتي مضروبه، البصله متخرطه، كل حاجه تمام، ونبدا بقى ايه الطبيخ بتاعنا علشان ايه يعني ايه شقلب وقلب زي ما بيقولوا كده، مش هناخد وقت ان شاء الله. وطبعا متفقين ان احنا سمينا على حاجتنا، لازم نسمع على حاجتنا. يا رب بس الفيديو يكون خفيف على قلبكم النهارده. انا بصراحه يعني ايه عايزه بقى اجدد في الفيديوهات، ويبقى فيه تنظيف وتسييق وحاجات من دي ان شاء الله، ومشيئه الرحمن الفيديو اللي جاي هتلاقوا فيديو جديد يا رب ان عشت وكان ليا عمر، يعني ان شاء الله هيبقى فيديو جديد في حاجات تانية غير اللي هي كل مرة. طبعا انا ما حطيتش المرة دي غسيل مواعين وكلام من ده علشان الفيديو ما يطولش، وحبيت المفروض ان انا كنت مصورة الكلام ده امبارح بس طبعا ما عرفتش انزله فحقكم عليا. طبعا عملت التغدية العادية، حمرت البصلة، مش حمرتها دبلتها، وحطيت نص معلقة توم، وحطيت طبعا في الطماطم بعد ما حطيت الطماطم على البصلة قمت حاطه بقى إيه مكعب مرق، نص معلقة صغيرة سكر علشان حموضة الطماطم، حطيت البهارات بتاعتي كمون كزبرة ناشفة، 7 بهارات ده شيء اساسي، بس كده مفيش، هما ال7 بهارات وكزبره ناشفه وكمون وفلفل اسود طبعا، ومفيش غير كده. وقمت حاطه بقى البطاطس، وبعد كده هسيبها تتسبك شويه في الصلصه بتاعتها دي، وبعد كده بقى هزودها ميه. بصراحه يعني ما بحبش ازود شوربه لان انا مش بكتر في الشوربه قوي، بحب ازودها ميه مش شوربه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا زي ما انتم شايفين سبتها اتسبكت شويه في الصلصه، وبعد كده بقى زودت، يعني بزود مش ميه كتيره لا، بزود شويه ميه صغيرين بشويه ميه صغيرين. طبعا هي كانت خلاص اهي تستوت، حطيت لها الملح بتاعها وقلبتها، وهنقل بقى وابدا في طبيخ تاني. طبعا زي ما انتم عارفين انا كنت قايله لكم في فيديو عدى قبل كده ان انا يعني بولع عين واحده بس في البوتاجاز، لان بصراحه هو بخاف منه لانه كان فرقع مرتين قبل كده، على بال ما ربنا يفرجها ان شاء الله. وانا بصراحه مش لاقيه حد يجي يعمله كويس هنا عندنا في بلدنا، يعني ما حدش عارف يصلحه البلت ان ده.
فان شاء الله هبقى اجيب لي واحد جديد وخلاص، ربنا بس يفرجها كده من اوسع ابوابه علينا يا رب. طبعا هعمل ايه رز بشعريه، فقلت اما احمر الشعريه بالمره طبعا، وايه ونبدا يعني إيه للفراخ طبعا زي ما انتوا عارفين ما بتاخدش سوا، يمكن 10 دقايق ربع ساعه بالكتير قوي قوي وتلاقي الفرخه مستويه وزي الفل. فقلت بقى ايه اما اعمل الرز ويتلدن مع نفسه كده، وبعد كده ايه اقوم حاطه الفرخه انقله بقى على العين الصغيره واوطي خالص شمعه، وايه واقوم مشغله العين اللي انا شغاله عليها دي زي ما هي. طبعا كانت الشعريه وصلت للون الذهبي الجميل زي ما انتوا شايفين، وحطيت بقى ايه ال11 بهار دول على الرز، وبعد كده ايه قلبته، هقلبه طبعا كويس جدا، لازم الرز يتقلب كويس جدا في الشعريه عشان يطلع مفلفل معاكي وحلو قوي. وبعد كده طبعا الميه بتاعتك لازم تكون سخنه، الكتل بتاعك مليان والميه سخنه، ونزلت بالميه وايه شويه رز بشعريه كده زي العسل، وبسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كان الاكل زي العسل بجد والله، مش انا اللي طبخاه بس بجد. إيه طالما سمينا الله على الحاجه بتاعتنا فاعرف ان الحاجه بتاعتك هتبقى حلوه وزي العسل من ايديك ان شاء الله. وربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يجعلها سنة سعيدة وعلى أولادنا، وربنا يقر عينكم بولادكم، وربنا يحفظ أولادنا جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين. بدأت بقى ان انا ايه هطبخ الفراخ اهو. طبعا كنت حطيت شوية زيت، لا حتة زبدة، ما بطبخش الفراخ بزيت، حطيت حتة زبدة. وبعد كده بقى هنزل ايه الفراخ فيها، وبعد كده بقى هنحط البهارات وكده. معلش المقطع ده باين ان انا ما ضفتوش، بس طبعا انا عارفين اللي هي السبع بهارات، 11 بهار، فلفل اسود، كمون، كزبره ناشفه، وهي دي الشوربه بتاعتي. وطبعا البصل والطماطم وانا عملتها معاكم قبل كده. كان بقى وقت الاكل، جينا بقى ايه نحمر الفراخ بتاعتنا. حطيت حته زبده وحطيت شويه زيت علشان الزبده بتاعتي ما تتحرقش، وهبدأ ايه ان انا احمر الفراخ بتاعتي. والف حمد والف شكر لك يا رب على نعمائك، يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب العالمين، وربنا يوسع ارزاقنا جميعا يا رب. انا عايزاكم بجد تدعوا اليومين دول، يعني ربنا يكفينا شر الايام اللي جايه. معرفش هو ايه اللي حصل في اسوان، بس ربنا يعدها على خير بمشيئة الرحمن، وان شاء الله ما يبقاش في حاجة خطيرة. ودايما ادعوا ان ربنا يكفينا شر فواجع الاقدار وشر المستخبي يا رب. طبعا كان الاستاذ سولي واقف جنبي وعاوز ايه ده وعمال زي ما هو لسه ما بيتكلمش لحد دلوقتي، فقمت مدياله جناح ايه يتسلى فيه كده على بال ما احمر واخلص. هو طبعا ما بيضايقنيش دلوقتي فايه يعني ايه احنا جبنا سيرته هتلاقيه داخل علينا دلوقتي. وطبعا بعد ما بحمر الفراخ بتاعتي بحط لها بقى، بكون مجهزه جنبي ملح على فلفل اسود، واقوم رشه بقى ايه شويه ملح على فلفل اسود كده. وايه وده كان غدانا امبارح، والحمد لله رب العالمين، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. يعني ايه طبعا اللي عاوز يعني لو مثلا الفيديوهات يعني مش عاجباكم او كده، ممكن اللي عندها فكرة تقولي عليها، يعني ان انا اجدد في الفيديوهات بتاعت ازاي. طبعا انا يعني بقبل الافكار كلها والله، بس اكتبولي في التعليقات يعني ممكن اعمل ايه تاني في الفيديو، ممكن اجدد ازاي، ممكن انا ما كنتش واخدة بالي من حاجة. فاحنا طبعا يعني الانسان يعني ما بينزلش كده من بطن امه متعلم، لا احنا طول ما احنا عايشين بنتعلم. فيعني لو في عندكم اي افكار ليا انا يعني بجد هيكون صدري رحب يعني، وهسمع الافكار وان شاء الله اجدد في الفيديوهات وعلشان ما تملوش وكده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا كنت خلصت كل الفراخ تحمير اهوت، وحاطه جنب الطبق كل اللي اطلعه من الفراخ احط عليها شويه ملح على فلفل اسود علشان تشرب كده من الملح والفلفل الاسود عشان يبقى طعمها حلو. انا مش عارفه هو المقطع ده طويل ولا ايه، بس يعني بجد يا حاسه ان المقطع طويل يعني، فالله المستعان. بس بجد شكل الفراخ كان حلو قوي ومشهي زي ما ولادي بيقولوا. وده كان غدانا الحمد لله، ربنا يديمها نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. قلت بقى اما اعمل لهم حاجه حلوه، عملت لهم كب كيك علشان ان شاء الله ميدو ياخدوا
ياخدوا معاه بكره ان شاء الله المدرسه. كانت بالمج اللي انا وريته لكم دوت 3 كوبايات دقيق و3 بيضات ومعلقه هرميه كيك شيف او بيكنج باودر زي ما عندك. وطبعا اللبن وسيوله الكيك على قد ايه، على قد ما تاخد. يعني انا مش هحدد لك الماده السائله بتاعتها، لا، على قد ما تاخد وتشوف القوام اللي معايا في الفيديو هتعملي كده ان شاء الله. والله كانت بجد اسفنجيه بطريقه مش معقوله، بسم الله ما شاء الله، كانت حلوه قوي. وطبعا كان عندي اللي هو حاجه زي التانج، بس هو مش تانج، زي فروت كده بالبرتقال. حطيت كيس وحطيت كوبايه سكر ونص ونص كوبايه زيت. طبعا المج ده في كل في كل حاجه، يعني في الدقيق وفي الزيت وفي السكر. نص كوبايه زيت، كوبايه سكر، 3 كوبايات دقيق، وطبعا اللي هي الفانيليا. وحطيت كيس فروتي بالبرتقال او كيس تانج اللي موجود عندك يعني. وطبعا هضربهم كلهم في الخلاط. السيوله بتاعه الكيك لازم، مش هحدد لك يعني كوبايه لبن، لا، زي ما بتاخد معايا، يعني زي ما بتاخد لبن او مرندة مثلا، لو بتعملها بمرندة زي ما تاخد. وهوريكم القوام بتاعها دلوقتي. مش عارفه حاسه ليه ان الكاميرا يعني مش مظبوطه، فمعلش سامحوني بجد، يعني معلش. المهم بدأت ان انا زودت لها لبن. وطبعا تقلبي في نفس الاتجاه، يعني نفس الاتجاه تفضلي تقلبي فيه، مش تودي شمال ويمين ويمين وشمال، لا، عملت يمين يبقى كله يمين، عملت شمال يبقى كله شمال. طبعا حطيت اللي هم القوالب اللي انا اشتريتهم دول وغلفتهم بالزيت وهفضي فيهم. بس طبعا التسويه بتاعتهم ما عجبتنيش خالص خالص. طبعا دول الجداد اللي انا موريه لكم في الفيديو المشتريات ما عجبونيش بصراحه. بس الكب كيك اللي هو في الورق تحفه 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 بجد. لا، مع القوالب دي بصراحه ما عجبتنيش. الحاجه يعني بتتقلب كده، مش عارفه ليه بصراحه. بس بجد كانت قطنيه جدا واسفنجيه وتحفه، وطعمها كان حلو قوي ما شاء الله اللهم بارك. طبعا انا بختبرها لا، طلع السكينه ناشفه ما فيهاش اي حاجه. بدات بقى ان انا احط الدور التاني من اللي هي الكب كيك ده. بس بصراحة عجب الولاد جدا. هي التانية طلعت معوجة، بس بجد كانت اسفنجية وطرية جدا وحلوة قوي، يعني تقول انها اسبونج مش كيكة عادية والله. بسم الله ما شاء الله، كانت حلوة قوي. هدخلها الفرن بقى، وقلت اما نحل بقنا كده. وبألف هنا على قلوبنا جميعا يا رب. واتمنى ان الفيديو ما يكونش تقيل على قلبكم، وان شاء الله يعني التزم في الفيديوهات بقى، وان شاء الله هجدد في الفيديوهات برضو علشان ما تزهقوش بمشيئة الرحمن. ربنا بس يدينا العمر. طبعا الفرن بتاعك، انا الفرن بتاعي حامي، فانا ما يعني عاملاه على 150. وزي ما تاخد من وقت، يعني كان بعد نص ساعة افتحي عليها واختبريها زي بأي سكينة او ستيك بتاع شيش طاووق زي ما انتوا عايزين. بدأت بقى ان انا ارصتها. كانت بسم الله ما شاء الله جميلة وقطنية وحلوة وكل حاجة. بس طبعا اللي هي التسوية اللي هو السيليكون ما عجبنيش، يعني ما كانتش مظبوطة كده في المعوجة زي ما انتوا شايفين. بس كان طعمها زي العسل والله، بجد حلوة قوي حلوة قوي. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم بمشيئة الرحمن. طبعا هي كانت لسه سخنه فلازقه في الورقه بتاعه الكب كيك. بس بسم الله ما شاء الله اسفنجيه وقطنيه جدا. اسيبكم بقى في رعايه الله وحفظه، ومع الف سلامه. باي باي.